السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي شهوات البنات. نتمنى يلقاكم لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطبق ديال البصاره، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه بالطريقه ديالي. دوزوا المقادير البساط باش غادي نوجدوا هذا الطبق هذا. بالنسبه للمقادير باش غادي نوجد هذا الطبق هذا، عندي الفول، واحد نص كيلو ديال الفول اللي غسلته ونقيته مزيان كما شفتوا، رطاب شويه بالماء، الماء غير بارد يعني باش غسلته. بالنسبه للفول كيبقى على حسب القياس اللي نتوما غادي تستعملوا. عندي واحد 4 ديال الضريسات ديال الثومه اللي نقيت، 3 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى كيجي المذاق ديالها زوين، وشويه ديال الملحه على حسب الذوق. هادو هما المكونات باش غادي نطيبوا البصاره. غادي ناخذ الكوكوط فاش غادي نطيبها. بالنسبه للفول راه كيشد شويه ديال الطياب. غادي ناخذ الفول هو الاول، غادي نديرو في الكوكوط كما شفتوا معايا. بالنسبه للقياس راه كيبقى على حسب كل واحد. غادي نزيد عليه هذوك الضريسات ديال الثومه. بالنسبه للثومه راه كتجي زوينه مع البصاره. شحال ما درنا مزيان، درت 4 ديال الضريسات و3 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى. بالنسبه للبصله ما كنديرهاش انا. شويه ديال الملحه على حسب الذوق. كاين اللي ما كيبغيش يدير الملحه في الاول، كيقول لك الفول ما كيطيبش. بالعكس انا كتجيني عادي، يعني ضروري خصني ندير الملحه في الاول. هنا غنكون موجده الماء طايب اللي غادي نكب على الفول. دايره المقراج طاب ليا من قبل. غادي ندير الماء الكافي اللي عارفه غادي يطيب ليا فيه الفول، يعني غادي نغطي الفول مزيان بالماء باش غادي يطيب كله. ملي غادي نسد على الكوكوط دابا ما غاديش نشعل عليها داك الساع، غادي نخلي هذاك الفول يرطب بهذاك الماء اللي طايب حتى شويه، واحد 10 ديال الدقائق. هاد غادي نشعل على الكوكوط ديالي تكمل الطياب. بالنسبه للوقت اللي غادي يطيب لنا فيه الفول ما كياخذش بزاف ديال الوقت، لانه كنديروا ليه الماء طايب وكنخليه شويه يرطب، ما كياخذش بزاف الوقت. من بعد ما طاب ليا الفول وحليت عليه، هانتوما كتشوفوا الفول راه طاب كله داب. درت ليه القياس ديال الماء الكافي فاش غادي يطيب، هذا هو القياس هانتوما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندوز باش هنا ما غاديش نحتاجو لا ميكسور لا طحانه اليد لا حتى شي حاجه، غادي نحتاج غير الصفايه واحد الطنجره فاش غادي نهبط. غادي ندوز عليه غير الصفايه وصافي، يعني ما غادي نستعملو حتى شي طحانه اخرى باش غادي نطحنو ولا شي حاجه، ان الفول طاب يعني راه دايب كما كتشوفوا. يعني غادي نهبطو غير في الصفايه باش نحيد هذاك اللي بقى ليا، ونحيد هذوك ورقات ديال سيدنا موسى، ونطحن هذيك الثومه مزيان. يعني اسهل طريقه هي هذه، ما غادي نستعملو حتى شي حاجه اخرى. غادي نزيد هذاك الشيء اللي باقي ليا وغادي نكمل البصاره كلها نهبطها كما كتشوفوا. بالنسبه لي كانت قاصحه غادي نزيدوها شويه ديال الماء طايب. بالنسبه لي انا هنا راه هذاك هو القياس مزيان، حيت غادي نديرها في طويجين، ما غاديش نديرها في سلايف. كاين اللي كيبغي يديرها في سلافه، يعني خصها تكون خفيفه شويه. اما من بعد ما ساليت البصاره ديالي، هذا هو القياس اللي خصها تكون عليه، يعني ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. ندوزو دابا. هنا خديت واحد الطويجين اللي غادي نحط فيه، طويجين صغيور من الاحسن، يعني دابا الحال بارد دغيا كتبرد الحاجه، اي حاجه كنحطوها كتبرد دغيا، يعني من الاحسن طويجين غادي يشد لينا شويه سخونه. غادي نحط فيه القياس اللي بغيت. بالنسبه للطويجين واخا صغيور راه كيهز تبارك الله.
بالنسبه للتزيين يعني كيبقى كل واحد والمذاق ديالو. هنا غادي ندير شويه ديال الكمون بلدي وشويه ديال الفلفله حمراء حلوه، ماشي الهريسه ماشي سوداني، يعني الفلفله حمراء حلوه كتجي واحد المذاق ديالها زوين في البصاره. نتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه غتعجبكم. والهريسه ضروري كل واحد كيدير على حسب الذوق ديالو وعلى حسب كل واحد شكون اللي كيبغي الهريسه وشكون اللي ما كيبغيش الهريسه. بالنسبه انا قدمتها غير فلفله حمراء حلوه والكمون بلدي وزيت الزيتون، يعني ضروري زيت الزيتون. نتمنى تعجبكم طريقتي في تحضير البصاره وتجربوها بهذه الطريقه هذه وتنال الاعجاب ديالكم، بالخاص دابا في هذا الموسم هذا ديال البرد يعني وقت البصاره. ونقول لكم بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديال اليوم ديال البصاره. خليكم مع الشكل النهائي ديالها، والى فيديو جاي ان شاء الله شيوه من شيواتكم البنات او على خير. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم والتشجيعات ديالكم.